في نفس الوقت تطالب الجزائر بدفع تعويضات للجزائريين الذين طردوا من المغرب وصدرت عقاراتهم وأراضيهم الزراعية بموجب الظهير الملكي الصادر في 2 آذار سنة 1973، وتم نقل ملكيتها إلى الحكومة المغربية. في إطار هذا الصراع ما بين النظامين هناك تصعيد من طرفين، وهذا التصعيد بطبيعة الحال يؤدي إلى أعمال مؤسفة اللي من يؤدي ثمنها هم الشعوب. هناك ضحايا مغاربة كانوا في الجزائر لهم حقوق وطردوا، وهناك ضحايا جزائريين كانوا في المغرب وأيضا هم مصوا بطريقة من الطرق. هكذا سلب منهم المغرب أراضيهم الفلاحية الممتدة على مساحة 12 هكتارا من أجود الأراضي الكائنة في عمالة وجدة شرق المملكة. هي قصة عائلة جزائرية أمام الظهير الملكي الصادر في سنة 1973 أراضيها قبل أن يغادر أفرادها المغرب مرغمين نحو الجزائر وفرنسا. وبعد 41 سنة على ذلك لا زالت عائلة جعون القاطنة في مدينة تلمسان مصرة على استعادة حقها الضائع الذي أممته السلطات المغربية دون تعويضات تذكر، رغم المراسلات التي يوصي الحقوقيون في الجزائر بعدم إحالتها على العدالة بعدما أصدر القضاء المغربي أحكاما ضد الجزائريين الذين حاولوا استعادة أملاكهم عن طريق العدالة. الجزائريين صدروا لهم الأراضي نتاعهم ولحد الآن ما كانت حتى إجابة عليهم، رغم الشكاوي اللي قدمناها لوزارة الخارجية المغربية ووزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري. هي مراسلة درنا كتبناها للمدير إدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائط. هي المراسلة هي السيد مدير المحافظة يقول لها أنهي إلى علمكم أن الملك الموضوع له الرسم العقاري رقم 7617 الكائن بإقليم وجدة جماعة سيدي يحيى البالغ مساحته الإجمالية 12 هكتار و29 آر الذي كان يملكه السيد جعونة محمد بن عمر الجزائري، قد تم استرجاعه من طرف الدولة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المذكور في الموضوع، وهذا الاسترجاع نشر بالجريدة الرسمية يوم فاتح غشت 1973. ورغم تدخل عدة أطراف على خط التسوية فإن السلطات المغربية لا زالت تعتمد في ردودها على الظهير الملكي الصادر في مارس 1973 الذي بررت به تأميم أملاك الجزائريين دون تعويضات تذكر. كيفاش بلاد كتعلن عليك الحرب يوميا، بلاد علن عليك الحرب من سنة 1975 وهي علن عليك الحرب، طردت 300,000 مغربي من الجزائر بعائلاتهم بأطفالهم بنسائهم ورباطهم بالحدود. انت اللي جاي تقول لهم الجزائر هزات المغاربه وجرات عليهم، كتكلم على سنة 1975. هل تعلم انه في سنة 1973 المغرب هز الجزائريين ورماهم؟ ما يقدر ب15,000 جزائري، وهو ما ردت عليه الجزائر ب75,000 مغربي اللي طردات. اي ان شكون اللي بروفوكا؟ انت دابا ضربتيني بحجره جبتها ليا في الكتف وانا دافعت على راسي، ضربتك بقرعه شخشخت لك الراس. وراه هي هادي تا المغرب 73 جريتي على 15,000، 75 جاولك على 75,000 وجمعوها لك مع ديك الصحراء اللي بغيت تغفل عليها وما يكركبوا لك 100,000.